الرحلة كانت متعبة، بس الرحلة معه متعة. متعة سلطان الطرب، مرافقته متعة. مساء الخير. مساء الخير. أبو وديع. أبو وديع. مساء الخير. ورجع الملك. – 2011 12 و13 غيبوا الظرف القاهر. بال 2014 رجع وهو قاهر كل الظروف. ثلاث سنوات ايامها طويله، ساعاتها ثقيله، على غياب يلي دبنا ع غيابه دبنا. ورجع الملك. رجع بس لانه السند من فوق، والعكاز انتو وهني وانا. لو سمحتوا بلهفتكم الوصفيه استقبلوا الغائب الحاضر تيغني ويسلطن، وانتو ترددوا وتردوا. قول يا ملك. في ميكرو عليك ابو يا رب.
مستغرب. مستغرب مستغرب لأنه صار لي زمان اسمع الهيئة حق معهم تاكل أكلة. قول يا ملك. مستغرب من الأضواء، من حبايبي، من فرقتي، من قعدتي قدامكم، وأنا أكبر سبب إن شاء الله لصح هو محبتكم. هلا بدي أشوف اللي بيقلدوني كيف بمشي، كيف حيقلدوني. ضلوا يقلدوني كيف بمشي لحتى هذا مش سألي لابني. يا ملك مساء الخير. نسيته. وبدي اعتذر منكم، اوقات بدي اقعد هيك، بدي اعتذر. حلوين ومهضومين. إلى امتى اسكت؟ اللي بعده مفتوح راسك هلا برا. حبيبي انت تفضل. مساء الخير سلطان الطرب جورج وصوف. كل اللي بيشوفني، شو عندك اخبار استاذ؟ انا اخباري كلها منيحه. مين اللي بيشوفني بيقول لي كيفه ابو وديع، بيسالني كيف صوته، كيف عم يمشي، كيف عم يحكي، شو بقول لهم توب روعه يا حوي مثل ما شايفينه الليله. واهم شيء كيف بيغني. هلا بتسمعوا ليه شايل القلم وقدامك ما في ورقه؟ لانه هيك استعراض انه عندي جورج وصوف. لا لانه هذه صارت عادي. القلم ايه يجيبوا لي كلوته. شايل القلم كله بيعرف وين كلوته تروح؟ طب حدا بيحب ابو وديع هالقد بده اوراق وبده اسئله. عم يسمعونا حبايبنا انتم. وانا اشتقت لسوريا. ابو وديع كيفك صحتك؟ الحمد لله كيف كنت وكيف صرت بفضل الله، من دعاوي المحبين، من دعاوي الختيار والختيارة من بي. شكرا ابو وديع. اشتقت لهم كثير ما في شك، وهن اشتاقوا لك. كيف بتطمنهم بالموسيقى على صوتك؟ لك رح بعطيكم نص ساعة لكم. خلينا احكي انا والمايسترو. ما في مايسترو غيرك سلطان الطرب. بدي حيي المايسترو كمان استاذ موفق الذهبي كمان، والفرقة الموسيقية كيف ما عادش في عنا مايسترو، في كلنا اخوة. ايوه اوكي، وكلنا حبايب، وراحت ايام المايسترو. راح خلص. لكن طيب يلي مرحب بكل الاخوة الموسيقية اللي كان يقول لهم اصحى ما تقدموني ها رئيس الفرقة، مدري شو كان اسمه، شو بدنا باسمه. اكيد عرفتوا مين والله. اما انا ناسي اسمه. ابو وديع كيف بترحب فيهم؟ بتقول لهم وحشتوني او اشتقت لكم؟ كيف بتقول لهم بالمغنى؟ وحشوني اكيد وحشوني. وحشتوني وحشتوني وحياة
وحشتك يا رب العالمين وحشتوني. منين جاب لي هذا وحشتوني؟ بدي الانستغرام انا وانت. وينه؟ انستغرام. ابو وديع ب 11 اكتوبر 2011 كنت قاعد عم تعشى، وصلتني رساله من طالب لإلي بالجامعه بيقول لي سير اذا ابو وديع اوكي، ابو وديع منيح. قلت هيدا الطالب اخر الليل ببعث رساله. ثاني مره ثالث مره اتصلت بجورج جونيور ابنك، قلت له وينه ابو وديع؟ قال لي انا طالع على الشام. تركت كل شيء، جيت على مستشفى الشامي الى الشام، وبدات رحله 3 سنوات. رح نشوف لو سمحتوا صور، وانت القصه عليك تخبرنا اياها. تفضلوا. حسيت إلى آخ حكني هون حكني هون، حكت لي إيدي ما ردت عليها، وقعت بالأرض. جورج وسوف امبارح بالليل على 6:30 كان عم يتناول وجبة طعام ببيته بكفرون بالشام، واصيب بحاله بوعكه صحيه. ما عرفوا اول شيء السبب، بعدين تبين انه اثر ارتفاع بضغط الدم. ضغط الدم عنده كان 28، فعلى اثر نقلوه للمستشفى الشامي في الشام. ما فقد وعيه ابدا ولم يدخل الغيبوبه ابدا. ايه معي انا. الحمد لله أنا عايش بدعاوي الناس وبرضا الناس. أنا بخير، نعاد عليكم يا رب. Okay, my teacher. أمراء 3 حدك كانوا على طول، أمراء الوصوف. بلا ما نقص شيء، أنا حبيب قلبي يا جوجو تيمي يهودي.
حاسس انه قريبا رح نرجع على التلفزيون والحفلات؟ الحفلات قريبا حيرجعوا 100 كان على القاعد ولا على الواقف. طول عمركم يطول عمركم يا رب. شكرا. ابو وديع بالتفصيل بدنا نسمع منك، الكل بده يسمع. شو صار اول شيء ب 19 اكتوبر 2011 فتح المستشفى الشامي؟ شو صار؟ كيف شو حسيت؟ استفاد الله رحمه. كنت عم باكل ساندويش فلافل، عم باكل عم امزح مع شاب صديقي وشاب تاني صديقي اصغر مني. صديقي هو كبير بالعمر وخي كبير، هذا اللي باقيين اصحاب العتاق. وحو سهران هون ابو ابراهيم، ابو ابراهيم كوني عروض. هذا الوحيد اللي بقي. هاي حيروحني وما حيروح. الله يطول عمرك يا رب. نفس الليله عطيئة. نفس الليله ابو وديع ما بحب الذكريات بشعين عن اختها. عم باكل ساندويش، قلت لك ابراهيم عيني بس بهيدي الايد، بهيدي الايد. قلت لك ابراهيم عيني، قال لك بلا جد بالشامي. قلت لك وحياة امي لايدي. قال لي لا. لك جيبوا لي حكيم. ابو ابراهيم ما كفيت ابو ابراهيم الا شظط اجري واجلكم بولت تحتي على المستشفى. هلا بدهم ياخذوني على المستشفى، انا حطيت اجري بالباب، قلت له لما بروح على المستشفى انا بقول تحتي عيب. فوتوني على الحمام، غيروا لي ورحنا على المستشفى. اول ما اوصل على المستشفى بهيك بشوي يمكن ما عرفت شيء. والله يطول عمره الرئيس بشار نعم نفس الليله. شو بدك بايدي؟ ما بدي شيء بايدك. انا بعليه وانا بعطيه. والله يطول بعمره العميد ماهر خيو يلي هن هاو يلي هن هاو تاج راسي، وهن اللي حافظين لي كرامتي، وهن اللي حاكمين بلدي سوريا، يلي انا بحب التراب سوريا. هذا لا تمثيل ولا تمزيح جوخ، هذا الحكي بحكي من قلبي. وما عندي عداوة مع أي بلد عربي. أي بلد عربي بعتبره بلدي. طيب أبو وديع، وما بحب أدخل أنا بالسياسة مين سبب بهيك، مين سبب بشو صار، مين هذا شيء سياسي. يوم أنا بتخانق أنا وياك، يوم بصالح أنا وياك، أنا وين بصير؟ بقى أنا كل الدنيا حبايبي. أنا بلدي الأول سوريا، وبلدي ودمي لبناني. أحلى شيء ما خليه يسأل ولا سؤال لنشانا. نحن مبسوطين أبو وديع، نحن كلنا ولما بتكون تحكي كلنا جمهورك. نفس الليلة جيت من مستشفى الشامي على الجامعة الأمريكية ببيروت. نفس الليلة جينا على الجامعة الأمريكية ببيروت وبدأت رحلة العلاج الطويلة. نفس اليوم وبعد يوم وكل الأسبوع
المستشفى ازدحمت بالزوار، بتذكرهم اللي زاروك؟ ما بذكر شيء ل3 شهور. كانوا يقولوا لي بحكي، مين ما اجى لعندي بعرفه وبسأله أسئلة دقيقة، ولو صار لي ما شفتك 5 سنين، ولو ما بتزورني 10 سنين، ولو هيك بتعمل معي، بس أنا ماني واعي لشيء نهائيا. وأنا بقدم اعتذاري لكل، إذا غلطت بشي كلمة أو بشي مزحة كانت ثقيلة بعتذر من نص قلبي، لأنه فعلا ما كنت واعي. كانوا عم يعطوني دواء بيحكي لحاله. يعني وعيت ببحنس. قبل بحنس زاروك كتار فنانين، بعدين قالوا لك مين زارك؟ في حدا ما زارك؟ قالوا لي كثير. في حدا ما زارك كنت بتوقع يزورك وما زارك، ولا ما كنت؟ كل ذات أهمية. العالم زارتني وكل العالم سألت عني، وبشكر كل شيء في عالم، فنانين وشخصيات وناس اللي بيحبوا لها أبواديع يناموا بالمستشفى، وفنانين كبار من مصر، وبخص بالشكر عادل إمام. صح، الزعيم عادل إمام. وهو طالع قالوا لي من عندي من العناية المشددة، شاف ورد كتير وناس، قال لهم الله 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 الله، هو ده فرح. ضحك الناس هيك، وكان كتير مزواق قالوا لي، وكتر الله خيره، وكل انسان سأل عني فضل على راسي، وكل الفنانين تلفنوا لي وزاروني اكثر من مرة، وانا بتشكر الكل، وان شاء الله ما بشوفه يا رب مكروه. هذا الحكي من قلبي. وكل الاطباء كمان ابو وديع، الاطباء يلي اعتنوا فيك بالجامعه الامريكيه ببيروت وبمستشفى الشامي، ودكتور امال. صحيح، دكتور امال من الدكاتره الشاطره واهتم فيني. قالوا لي، قلت له السبت يوم وصلت ثاني يوم، قلت له اعطوني بدي احكي معه، قلت له دكتور وحياتك انا عندي موعد اليوم التنين الصبح بشرفي بكون عندك. وانا مثل الشرطوطه ما قدرت اتحرك. الى ان وصلت على بحنس. ببحنس تفضل هلا وصلنا على بحنس. اسمعوا منيح، قالوا لي نشان اخذك. طبعا ماني فاهم. ايه اخي اكيد، انا بموافقه الاسره كلها. كل ما بدي نام برموني على الكرسي، برموني على الكرسي، حطوني بالسياره على جمة الراوي، حطوني بالسيارة، نزلوني على بيروت، خدوني على الجبل، لا أقفى بالسيارة، بس أقفى بالسيارة يتركوني غافي. وفي حادثة صارت معي بالجامعة، خبرنيها ابن وديع وشاب كان معه. كيف هيك ست هيك فاضلة محجبة، قالت لي يا ابو ودايع، قلت لها عيونه لابو ودايع، قالت لي بجوها الله عليك، اخوي حسين كوما وبموت عليك، الله يخليك تجي بتشوفه شوي هيك بلكي بيقوم. قلت له لوديع ابني والشاب الثاني، قلت له خذوني. فاتنا لعند حسين، يا حسين ما في حدا، بجوه الله عليك يا حسين تقوم، وحياة الغوالي بتقوم يا حسين، والإمام وعلي بتقوم يا حسين. اقعد. وسترة اختك فاطمه يا حسين قوم، حرام ما كانش يقوم. بالاخر قلت له طب لا اذا بتقوم قام وعي. وعي ورجع طب بعد هلا طابق. ابو وديع ببحنس جيت وعملت معك انترفيو، قلت لي امبارح واليوم قلت لي اذا ما بعمل كذا كذا فيك على الهواء ما بيكون اسمي نشان، كيف تاخذ مني انترفيو؟ هيك قلت انت.
هيك قلت انت. بس انا اخذت موافقه الاسره، قلت لهم ممكن نعمل انترفيو ثلاث طمن الناس عليه. بعدين حكيتك وقتها، قلت لك قلت لي انا مشان جاي تعمل طمن مونتاج كلوز اب. الناس وشي مش مظبوط. او عندي ايدي بعد شوي بدها شغل، ونادر حيكفي يشتغل اياها. دكتور نادر حنا خوري الفيزيوثيرابيست الاختصاصي ب هتقول له ايش دكتور؟ هاي من اسكندر، اذا بتقول له دكتور بيزعل. يعطيك العافيه. ولا بياخذ مصاري ولا بياخذ هدايا. اوفر. ابو وديع امتى بتذكر؟ وبعد ما طلعت من المحنس نادر ترك محنس، سافرت على اوروبا. كان المسؤول عني باوروبا دكتور خليل. دكتور خليل من اعز الاصدقاء، كنت متعرف عليه بسوريا قبل الوقت. هو دكتور خليل دكتور عظم. هو اهتم لي بالدكاتره، هو اهتم لي وين اعمل فيزيوثيرابي، هو كل شيء كان معي وما تركني ولا دقيقه. او حتى جاني معي على التصوير عم زقف حالة بالدكتور. وناس كثير طيبة وقفوا حدي، كثير كثير. في صديق لإلي بيقولوا له السنيور طول فرنجية. في ناس قليلة حياة أو قليلة شخصية. السنيور صاحبك، لك السنيور خيي. يا حورانا السنيور، مساء الخير. بس احلى شيء بالسنيور انه حلو، لكن ما احلاه. هيدي عامل 500 عمليه تجميل. ابو وديع من بعد بحنس السويد، رحت على السويد. رحت على السويد. نعم. مين اخذك على السويد؟ كيف رحت؟ كيف يلي اخذنا على السويد شاب، يعني بدك تقول بحبني، ما بعرف كيف. زوزو صورتي على ايده وهو بيحكي عربي مكسر. ابدي والله ابدي انا ابدي. زوزو قرابات. زوزو قرابات. هيدا بالسويد من احب واعز الناس لإلي. رحت قعدت سنه بالسويد ما تركني ولا تكي. نقشت اسمه على جسمك ابو وديع؟ زوزو. عملت تاتو على اسمه زوزو على ظهر له اسمه على ظهري زوزو. وده اسم فلاديمير. فلاديمير هذا الدكتور الروسي اللي اشتغل لي بالابر. وهلا بعد بده يكفي لي شغل. هودي ناس كثير كثير كانوا طيبين، وبقدر اشتغلوا لي من كل قلبهم. المستشفى اللي كنت فيها من اهم المستشفيات، مستشفى الاسبيتار. مستشفى الاسبيتار يلي هو الخامس بالعالم بالفيزيوثيرابي. ايه اسبيتار فيزيوثيرابي. كثير اهتموا فيني، والشعب القطري كثير كثير حس حالي كاني منهم. ابو وديع انت عدنا بالدوحه، نورت الدوحه. وين ما مشيت باي مول باي محل، يعني حسيت محبه لإلي غريبه عجيبه. بشكرهم انا وبشكر. في ناس احد الصحفيين كتب، وهذا قال بيقولوا له كان صديق، كتب ابو وديع راح على قطر، قبض من الشيوخ والامراء واسلمت وتزوجت. واسلمت وتزوجت مره ثانيه. اساسا هو ما بيعرف ليه هو انه مرتي ام ولادي ام وديع مثل مسنيه، وتزوجته ومجوزه بالمحكمه الجعفريه، ومجوزه بالكنيسه، ومجوزه مدني. خذوا لكم هلا علقه. ليش يعني شو عم يحكي شيء جديد؟ عم يحكي اني انا بدي اقبض من الشيوخ. انا عمري ما قبضت. انا اللي عمل لي فيزا على قطر ابني وديع، الله يطول عمره، عنده شغل امني.
واستأجرت بيت قعدت فيه واشتريت سيارة طبعا على حسابه. وابو وديع ما طلب منك شو ولا عم موقف فاضي؟ سياسي. ابو وديع ما انطلب منك ولا موقف سياسي. ولا حدا فضل علي بفرنك. أنا اللي بده يفضل علي بفضل علي بمحبته، فضل علي باحترامه لإلي، هذا هو الفضل علي بس. مين اهتم بعلاجك ومين عرض عليك انه يهتم بالعلاج؟ في شخصيات كبيره عرضوا بس خدماتهم، قالوا انه طيارات خاصه، كل شيء تحت امرك اللي بدك اياه. كل العالم. ابو وديع شو دقق على جسمك بعد؟ فرجيتني بالبيت. لك الدق ما انت فرجيتني، فرجيني شو فرجيتني بالبيت. شو انا بلعب مصارعه؟ بس دقق شيء على هون. ده عذرتي. دقق العذراء واسم بيي وامي وولادي. واسم بيك وامك وولادك وصوره ثانيه. وصورة وديع ابني. صورة وديع ابنك. وقت صورتك فيني احط الصورة هيدي بس تاتو لو سمحت بقدر يحطوك هونيك محل ان شاء الله. حط. ابو وديع كنت عم ترتل نحن وعم نفرجي ريبورتاج روما، كنت عم ترتل معهم يا مريم. مزبوط، لانه هلا الشهر المريمي للاسلام وللمسيحيه. انا ماني مسيحي. بلا مسيحي، والاسلام عن كمان سيدة مريم مكرمه بالاسلام. انا ماني مسيحي. بلا مسيحي. طيب المسيحي بده يعرف يرتل. كمان ترتيل بحب اسمع منك. وبعرف أقدم وبعرف ومغنى أنا أسماء الله الحسنى. صحيح. اوكي انا ما عندي تفرقه بالدين. ومغنى مريم. الدين معامله يا ابني. صحيح، معك حق. فينا نسمع ترتيلي من حضرتك بس 3 ثواني؟ اكيد. لا شو نحن قاعدين بالكنيسه هلا؟ لا بس بحبه، وبعدين بنحب نسمع بالمسيحيه وبالاسلام. بكره بعيد الصغير. طب نسمع غنيه اذا مش ترتيلي. وين بدك تشوفها؟ ما انا موجوده. شو؟ ما بدك ترتل؟ لا. ليش؟ حر. طب ما ترتل. ما ترتل. طب بدنا نغني؟ نغني. يلا. ابو وديع بيحسوك. انا وحياة من اعطاني 3. انا جاي بس خلي تشوف الناس وعلى التلفزيونات انه انا بعدني بعرف غني. اني شو بدهم مني ارقص له؟ بيقولوا الصبر طيب ابو وديع. وبعدني بعرف غني من فضل الله. من فضل الله. ابو وديع بيقولوا الصبر طيب. شو بيقولوا الصبر طيب، الله يصبرنا عليه ايضا. سرعة سرعة سرعة. مبسوط هلا. نعم. الصبر طيب. واللي اديتهم زماني نسي زماني لساني. واللي اديتهم زماني نسي زماني لساني. واللي ضحيت عشانهم ما ضحوش عشاني. واللي اديتهم زماني نسي زماني لساني. اللي اديتهم زماني ثواني. اللي ضحيت عشانهم ما ضحوش عشاني.
اديني على الايام صابر، كل جرح وله آخر. اديني على الايام صابر، كل جرح وله آخر. عملت اللي عليا وفي ايديا، يا ايوه تعملوا واستحمل انتماء يا حبيبي، واستحيل تستحملوا. عملت اللي عليا وفي ايديا، يا ايوه تعملوا هم زماني، اسمي زماني بالثواني. هم زماني، اسمي زماني بالثواني. اللي اديتهم زماني، واسمي زماني بالثواني. واللي ضحيت عشانهم ما ضحوش عشاني. معرفش الدنيا مالها بيا، يجي عليا ليه مش ليا. معرفش الدنيا مالها بيا، يجي عليا ليه مش ليا. كتير عليها عشت فيها، شفت اللي بيعيش يشوف. معرفش الغلطة فيها يا حبيبي، ولا في ناس والصنوع. صبرت كتير عليها عشت فيها، شفت اللي بيعيش يشوف. معرفش الغلطة فيها يا حبيبي، ولا في الناس والظروف. اللي اديتهم زماني، لسه زماني في ثواني. اديتهم زماني، لسه زماني في ثواني. واللي ضحيت عشانهم ما ضحوش عشاني. واللي اديتهم زماني، لسه زماني في ثواني. واللي اديتهم زماني، لسه زماني في ثواني. واللي ضحيت، واللي ضحيت، واللي ضحيت، واللي ضحيت، واللي ضحيت، واللي ضحيت عشانه ما ضحوش عشاني. من أين ظمأت ما حدا يحكي ولا حرف. بوسوه جلسوه ما حدا يحكي. شو بدك شو بدك؟ بدك تبوسني؟
لك بوسني مغسل وشك. تعال اتركوا ما حدا يتقاروا. ايديك ورا ظهرك بس. عرضك هيدي بوسي ولا كجي؟ أبو وديع أبو وديع أبو وديع أبو وديع. اديتهم زماني تسقي زماني بالثواني. اديتهم زماني تسقي زماني بالثواني. اللي اديتهم زماني تسقي زماني بالثواني. واللي ضحيت عشانهم ما ضحوش عشان